مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده ملخص الانمي الاكثر مشاهده على الاطلاق وهو قاتل الشياطين. ملخصنا حلو قوي وهنشوف فيه تحدي تايجارو. قبل ما نبدا انزل اعمل اشتراك للقناه ونوصل الفيديو ده ل1000 لايك ويلا بينا نبدا الحدوته. ودي قريه صناع السيوف اللي يعتبر فيها كل القلاع اتهدمت ما عدا قلعه واحده بس فضلت مهجوره وبتسكنها الشياطين، وبيكونوا موجودين 4 عند القلعه، 2 جواسيس وشينغارو وسونامي، هشيرو الرياح وهشيرو الافاعي. وكانوا واقفين عند القلعه المهجوره دي لان في شيطان خطف واحده ست واخدها علشان ياكلها، وهم بيراقبوا القلعه دي عشان يعرفوا الشيطان بيودي الستات دي فين. وكانوا متغاظين ان قلعه زي دي مهجوره ساكنها الشياطين، وبيعرفوا ان في واحده ست دخلت القلعه دي وما طلعتش منها من امبارح. وهشيرو الافاعي بيتضايق وبيقول له هي اكيد اللي زوغت منك، اكيد مش هتختفي من العدم. اما هشيرو الرياح بياكد له المعلومه وبيقول له انها اختفت قدام عينيهم، وبيشوفوا واحد من الشياطين واخد واحده ست وداخل بيها القلعه المهجوره، واول ما بيشوفوه بيجروا وراه، والشيطان بيكون ندمان انه ما خلصت عليهم الليله اللي فاتت، وبيدخل جري على القلعه وهم بيدخلوا هناك وبيوصلوا لحد داخل القلعه المهجوره، وبيتفاجئوا بعدد مهول من الشياطين، واي واحد فيهم بيتقتل بيختفي. وهشيرو الافاعي بيقول للاتنين الجواسيس اطلعوا انتوا عشان انتوا عمالين تعطلونا واحنا هناخد المهمه دي. اما هشيرو الافاعي بيقول لشنغارو في حاجه غريبه هنا في المكان ده كله، وصاحبه بيأكد عليه المعلومه وبيقول له انا برضو عمري ما شفت شياطين بتتجمع في مكان واحد زي القلعه دي. وبيسمعوا صوت واحده ست بتقول انجدوني في الدور اللي فوق، وبيوصل سونامي وبيلاقي عدد مهول برضو من الشياطين، فبيضطر ان هو يتنفس في الرياح. ومش بس كده، بيستدعي عاصفه الرمل المتصاعده وبتكون الدنيا خراب ومليانه دم، وبيكون الشيطان مذهول من حركاته وبيقول له هي دي الست اللي انت عايزها، وبيبتدي يرميها له من فوق. ولكن هشيرو الافاعي بيبتدي يلحقها وبيجري الشيطان وبينط من فوق القلعه وهم بينطوا وراه، وبيتفاجئوا بعالم غريب وبيوت مليانه نار ومليانه عدد مهول من الشياطين. ولما بينزلوا بيلاقوا نفسهم في القلعه المهجوره، وبيلاقي كل الشياطين اختفت وكل حاجه شافوها في المكان اختفت، وبيبتدوا ياخدوا البنت المخطوفه لطريق امان وبيسيبوها ترجع للبيت. اما اخواتها بيرحبوا بيها جدا وبترجع تطمن معلمتها عليها، والمعلمه بتقول لها الشيطان هيرجع تاني وهيحاول يخطف حد اقوى المره دي زي الشيطان اللي اتغلبت على الشمس. وبيظهر بطلنا تنجيرو في المستشفى وبيسأل الممرض على اخبار القريه واحوالها والشياطين اللي بتيجي بالليل علشان تخطف الستات. اما الممرض بيقول له ما تقلقش الدنيا ماشيه بس مخيفه حبتين، والاضرار اللي نازله علينا اليومين دول مش كتير قوي رغم ان في هجوم ما بين قمريين علوي، ودي يعتبر معجزه. وبسبب الحرب العظيمه دي بتنتج عنها فوالق، والفوالق دي بتعتبر عدد من الكره الفارغه، وعشان كده ممكن الناس تنتقل تعيش فيها وتكون في امان، ودي بتكون حكمه كبيره قوي. وبيكون تانجيريو غايب عن الوعي بقاله اسبوع، واما بيقوم بياكل اكل الاسبوع كله، والممرض بيقول له انت كده بتاكل كتير قوي. قال له لا، ما كان روجي صاحبتي لما غابت عن الوعي قامت واكلت اكل كتير قوي. والممرض بيقول له دي حاله شاذه يعتبر مش زيك خالص. وبيرد عليه تايجيريو وبيقول له هشيرة الحب وهشيرة الضباب ناموا يومين وفي اليوم الثالث اتعافوا. وبيقول له انت عارف ايه اللي حصل لاختك؟ بقت تتمشى تحت الشمس بشكل طبيعي. فبيقول لها احنا لسه مش متاكدين سواء هي بتستعيد انسانيتها من جديد ولا ده عرق الشيطان اللي جواها بيتطور لحد ما بتشرق الشمس. وبيقعد يتكلم لحد ما بيشرق بسبب الاكل. والممرض بيقول له كمان ان الهشيرة هيعملوا اجتماع كمان شويه، وبيحضر الاجتماع هشيرة الافاعي وهشيرة الرياح، وبيوصل للاجتماع وبيرحب بيهم هشيرة الحب وهشيرة الضباب اللي كانوا بيصارعوا القمرين العلويين. وبيستغرب الزعيم ان عمره ما قابل قمر قبل كده، وهشيرة الثعبان بيقول له مقابلتهم نادره جدا، وبيبتدوا يرحبوا بهشيرة الحشره كمان، وبتكون متفاجئه من تعافيهم بسرعه من اللي حصل. وبيرد عليهم هشيرة الميه وبيقول لهم رئيسهم هو اللي هيشرح لنا ايه اللي حصل بالظبط وازاي تعافوا بسرعه كده. وبيكونوا في انتظار مولانا، وبيحضر نيابه عن مولانا ابو يشكي النائبه عنه اماني لان الحاله الصحيه للكبير في النازل، وبتعتذر ليهم عن عدم قدومه. وكلهم بيتفاجئوا من الكلام ده، حتى الهشيرة بيبقوا متضايقين جدا، وبتقول لهم اماني سمعتوا بالشيطانه اللي غلبت الشمس، وبتبلغهم ان في حرب عظيمه هتحصل قريب اثناء مصارعه القمرين. اما اماني بقى بتطلع السر المستخبي وبتسال هشيرة الحب وهشيرة الضباب ايه اللي اظهرتوه كخدعه او صفه كانكم شياطين عشان تقدروا تغلبوا القمرين، والكل بيتفاجئ من كلامها. اما هشيرة الرياح بيقول لها هم هيخبوا الكلام ده ليه؟ فبتقول له يا هشيرة في ناس ما بتعرفش بالعلامه اصلا، والحقيقه الموجوده على مر العصور ان الشخص اللي بتظهر عليه العلامه دي هو اللي بيقدر يغلب. وبتقول له خد الكتاب ده، كتاب لاول شخص ظهرت عليه العلامه دي رغم انه ما كانش من الهشيرة، وهو كامادو
بعده تانجيريو أول واحد حس إن جسمه بيتكوي وما كانش عارف طريقة ظهور العلامة، ويعتبر كده هشيرة الحب والضباب فيهم العلامة دي. وأما هشيرة الحب بتقول لها فكرتيني، أنا حسيت بانفجار جوايا كده ودرجة حرارتي عليت، كانت درجة حرارة غير طبيعية، وابتديت أتحرك بسرعة وقلبي كان بيدق جامد، حتى وداني كانت عمالة ترن، وبتتأسف للفريق إن هي كانت ناسية. أما تانجيريو قعد في المستشفى وكان جايله حالة برد. أما هشير الضباب قال لهم أنا هقول لكم على الزيتونة، في آخر معركة تعبت وجالي تسمم وحاولت أتنفس كتير عشان أبطأ من التسمم ده، ولكن كان في ولد صغير جاي ينقذني وعلى وشك إن هو يموت، وعلشان أقوم من تاني استعدت كل الذكريات لحد ما بقتش قادر أسيطر على عواطفي، ولحد ما ضربات قلبي اتخطت ال200 نبضة في الدقيقة، لحد ما كنت حاسس إن جسمي بيولع ودرجة حرارتي 39، وكان ده الوقت اللي هيحدد إني يموت يعيش. وأماني بتقطع في الكلام وبتقول له وأنت عرفت منين بقى إن درجة حرارتك 39؟ فقال لها كنت بتعالج وعرف إنه عندي حمى وساعتها كنت بقرا درجة الحرارة اللي على المقياس. فبتقول له تمام كمل. وهشيرة الرياح بيستغرب وبيقول له هي دي العلامات بكل بساطة؟ فبيرد عليها هشيرة الضباب وبيقول له ده اللي عقلك بسيط فمش قادر تستوعب الموضوع، أما الموضوع أكبر من كده بكتير. وبيبتدوا إنهم يشكروا أماني وبيقولوا لها ألف سلامة على مولانا وبتبتدي تمشي. أما هشيرة الضباب بينزعج حبتين وبيقوم عشان يمشي لأنه شايف إنه مختلف عنهم حبتين. وهشيرة الرياح بيبقى هيمسك في خناقه والزعيم بيوقفهم. أما تانجيريو قاعد في المستشفى ما بيعملش حاجة غير إنه قاعد بياكل. وبيوصل زونستا للبيت وكل بنات البيت بترحب برجوعه، ولما بيشوف حبيبته بتفتكر إنه أونسكي وبتجنن من كلامها وبيبقى عايز يعرف مين أونسكي عشان يقتله. وبيوصل الحداد لتانجيريو وبيديله السيف بتاعه اللي بيعتز بيه جدا، ولما تانجيريو بيمسك السيف بيقول له ايه ده؟ السيف ده بقى اسود اكتر من العادي ومنحوت عليه كلمة تدمير الوحوش يعني. وبيقول له دي كلمة مكتوبة على كل السيوف مع الهشيرة، دي معناها تدمير كل الشياطين او مدمر الشياطين. وبيفتكر تانجيريو ان اخر مرة حارب بالسيف ده ما كانش مكتوب عليه اصلا الكلمة دي، والسياف بيتخنق منه وبيوضح له ان السيف ده اخده وما كانش خلص شغل فيه ولا طلع الصدى اللي فيه ولا حتى بانت الكلمة اللي كانت عليه. وتعصب السياف وعمل دوشة وبعدين مشي. وفجأة بيلاقوا نسكي بيدخل من الشباك وبيعمل ازعاج، حتى المريض اللي جنبهم ما كانش عارف ينام. والهشيرة بيعملوا تدريب للفرق علشان يقدروا يواجهوا الشياطين بشكل مكثف، وان عددهم ده مش كفاية وكانوا خايفين ان الشياطين تهجم عليهم في وقت التدريب. وبيروح زونستا يتكلم مع تانجيريو على التدريب اللي هيحصل، وتانجيريو بيبقى مبسوط قوي بالتدريب ويقول له ان انت هتكتسب خبرة عن العادي. وبينفجر زينيسيو في وش تانجيريو وبيبتدي يسيبه يمشي. اما تانجيريو يوقفه ويقول له استنى، عارف لما انا كنت بحارب القمر الرابع ما كنتش قادر اتحرك، رجليا الاتنين دول وقفوا وابتديت استخدم حيلة تنفس الرعد اللي انت علمتهاني قبل كده، وابتديت بسببها ان انا اقدر اقطع راس الشيطان، وطبعا ما كانش بنفس سرعتك. وبيبتدي تانجيريو يشكر زينيسيو، اما زينيسيو بيرد عليه وتانجيريو بيقول له علشان كده تدريب الهاشرة هيخليك تعلى بمستواك اكتر عشان تقدر تحسن من لياقتك البدنية. وزينيسيو بيقول له عشان كده بتوقفني وتقول لي الكلام ده وفاكر ان كلامك ده هيحسن مزاجي؟ شكلك احمق، سبحان الله كلكم مش عارفين تعيشوا من غيري. وبيبداوا الهاشرة للتدريب للطلاب، واولهم هي الجري او اللياقة البدنية، واول ما بيبقوا هيموتوا من التعب، واول ما بيجي وقت الغدا ما بيقدروش يمسكوا نفسهم، وفي منهم اللي ما بيحصلش الاكل من كتر التعب. وبعد الجري هيتدربوا على الحركة السريعة على ايد طوكيو. هو اي نعم شكله يقول ان بارد حبتين ولكنه صعب جدا. واما تدريب المرونة هيبقى على يد هشيرة الحب، وبعد هشيرة الحب هشيرة الافاعي، وبعدها سنغارو اللي هيعلمهم التقطيع اللانهائي، واخر تدريب هيكون لتضخيم العضلات على ايد السيد هيميمجا. فكده كده هيتخلوا عن انسانيتهم لانهم هيقابلوا عدد مهول من سياف الفليك. وبيوصل غراب يناكف في تانجيريو وبيقول له امسك الرسالة اللي في رجلي، وبيكون شايل له رسالة فعلا من مولانا. وبيستغرب تانجيريو ان مولانا قصده هو بالخصوص وبعت له رسالة. واماني كل يوم كعادتها بتوصل الكلام لمولانا اللي بتقعد تعالجه وبتشكره على كل حاجة. وبيبتدي مولانا يقول لها ان انا بخلص كل حاجة وبيودعها في كلامه. وبيروح طائر الغراب لتايوما سان من الشباك وبتفتكر كلام مولانا وبيقول لها انت عارفة انك كده في خطر عشان انت سايبة ازاز الشباك مفتوح. وبيقول لها انا واحد من اتباع مولانا وانها قد ايه ممتازة في الاختفاء. وبتسأله انت عرفت مكاني منين؟ ودي محدش كان يعرف مكانها لانها كانت شيطانة. وبيقول لها عرفت من البايع اللي كان قبلك اللي باعلك البيت وانا مش جاية اذيكي. وبتسأله يعني عايز ايه مني لما انت مش جاي تأذيني؟ فبيقول لها انا عارف ان مهما كان ومهما حصل مش هتثق فيا تاني زي تانجيريو. وبتسأله انت عايزني اعمل ايه، او بمعنى اصح مولانا اوباتشي عايزني اعمل ايه. وبتسمع صوت خطوات فوق البيت
البيت وبيقول لها هو فعلا فوق السطح، يلا بينا علشان ننجز كلامنا، واحدة زيك ملمة بالأدوية وبنية الشياطين محتاجين منك انك تساعدينا نهاجمهم، وانا هستناكي هناك. وبتقول له ازاي تساعد شيطان زيي في انه يروح مقر صيادين الشياطين. وبيقول لها منظر القمر النهارده حلو جدا، مبسوط اني شفتك، انا من طرف السيد اوباتشي، انا عارف ان صعب عندك ان انت تصدقيني او اكون حتى محل ثقة زي ما عمل تانجيريو. وبتفكر وتقول هو عايز يعمل ايه يا ترى، شكله بيحاول يخدعني بطريقة ما. وبتسأله فين يوشيرو، فبيقول لها ما تقلقيش على يوشيرو. وبيقول لها اسمعي كده صوت خطواته وبيجري ناحيتنا، وبينادي عليها تاميو وبيقع من السلم. اما الغراب بيقول لها خلينا ندخل في الموضوع بقى، في واحدة زيك بالظبط في فليق صيادين الشياطين وعارفة كل حاجة عن الأدوية وبنية الشياطين، وعايزين منك انك تتعاوني معانا حبتين وتشتغلي معانا علشان نقضي على كيبو تسوجي. هل موافقة على كل كلامنا ده وموافقة تزورينا في قصر اوباتشي؟ وبتقول له انت بتدعي شطانة زيي قصر صيادين الشياطين؟ طب ازاي؟ قال لها احنا منتظرين ان شاء الله رد ايجابي منك. وبيطير الغراب وبتقفل الشباك وبيجي يوشيرو يقول لها احنا لازم نسيب المكان ده ونمشي على طول. فبتقول له انت فاهم غلط. وبتقول له بعد تغلب زيكو سان على الشمس في حاجة ابتدت تتحرك وده كان زمان جدا. فبتقول له اللي حصل في اليوم ده وصل لنا اخيرا وعمل موجة كبيرة قوي، مفيش حاجة هتحصل لو سيبنا المكان ده ومشينا. المرة دي مختلفة جدا عن كل مرة، انا لازم اتخلص من الابحاث اللي عملتها وانت لازم تساعدني على ده، وده هيكون مخبأنا الاخير. يلا بينا نروح قصر صيادين الشياطين، يلا بينا على قصر اوباتشي. وبيقرا تانجيريو رسالة السيد كافيا. اما تانجيريو بيقابل اوسان وبتقول له انت بتعمل ايه في الوقت البدري ده؟ بتقول له معقولة هتروح تدريب الهاشيرة بدري؟ فبيقول لها لا، في شخص المفروض ان انا اقابله قبل ما اروح التدريب. فبيقول لها ينفع بس اسالك سؤال؟ فبتقول له اتفضل. فبيقول لها لو في شخص وحيد وانا عايز اقول له انه مش لوحده اعمل ده ازاي؟ فبتقول له انا ما عنديش اجابة معينة لسؤالك يا تانجيريو، بس انت عايز تشجعه صح، انا لو مكانه مش هحب ان انت تتدخل اصلا، ويلا عشان تلحق التدريب. وبعدين انت مش قلت انك هتقابل شخص ما؟ قال لها ايوه صح. قالت له استنى هروح اجيب لك حاجة. وبتروح تجيب له شنطة وبتقول له دي فيها كفتة ورز، وعملت حسابك انت والشخص اللي رايح تقابله، ولازم تاكل كويس عشان العقل السليم في الجسم السليم. وبيقول لها شكرا وبيبتدي يسيبها ويمشي. وبيروح تانجيريو يخبط على غيوسان هشيرة الماء وبيعمل ازعاج، وتانجيريو بيقول له انا عارف انك جوه افتح. يلا طيب انت مش بترد، طب انا هدخل. وبيكون غيوسان قاعد وسامعه مش راضي يفتح، وبيقول اكيد هيزهق ويروح، ولكن بيتفاجئ ان دخله فعلا. وبيقول لهم كلهم بيتدربوا دلوقتي وانا المفروض ارجع لهم بعد 7 ايام، انت اللي المفروض تدربني. وغيوسان بيقول لتانجيريو لا انا مش هدربك، ولكن تانجيريو بيقول له انا شامم ريحه غضب، هل انت زعلان مني؟ وغيوسان بيقول له ايوه انا متضايق منك علشان انت ما نجحتش في تنفس الماء، كان المفروض تكون انت هشير الماء. وتانجيريو بيرد عليه ويقول له انا اسف، بس اوراكو قال لي ان تغيير اسلوب التنفس او عمل اسلوب جديد دي حاجه مش صعبه. وغيوسان بيقول له انا ما قصدتش كده. وبيقول له على فكره دلوقتي اصلا مفيش هشير الماء ولازم حد يكون هشير الماء في اسرع وقت. وابتدى تانجيريو يتصدم وبيقول له ازاي، امال انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له لا انا مش هشير الماء. وبيقول له امشي. وبيفتكر تانجيريو رساله الرئيس كافيا اللي بعتها له انه لازم يصر على غيوسان لغايه ما يعرف حكايته. وبيروح وبيرخم عليه ومش بيسيبه في حاله، وكل يوم يروح له صبح وليل يزن عليه يلا احكيلي اللي حصل. وفضل وراه لحد ما زهقه في عيشته. وبيزهق غيوسان فعلا وبيقول ده شكله عيل غتت وهيبتدي يصدعني، انا هقول له الحقيقه علشان يبطل زن. وبيقول له انا ما نجحتش فعلا في اختبار الانتقايه اصلا، ووقت الامتحان كان في هناك شاب فقد عيلته كلها على ايد الشياطين زيي اسمه سابتو، ودخلت معاه الاختبار وكان عندنا احنا الاتنين 13 سنه وكنا احنا الاتنين لوحدنا علشان كده بقينا صحاب. ووقت الاختبار سابتو قتل كل الشياطين، ومع اول شيطان هجم عليا عورني في عيني، ولكن سابتو هجم على الشيطان وتنفس الماء وتحول للهيئه الرابعه وقتل الشيطان ده وانقذني فعلا. لكن في شاب طلب الانقاذ فسابتو سابني مع واحد تاني وراح عشان ينقذه، لان الشاب ده كان عمال يصرخ ان حد يجي ينقذه. وانا فقت بعد 7 ايام ولقيت نفسي نجحت في الاختبار، وانا حتى ما قتلت الشيطان واحد. انا اصلا ما ينفعش اكون هشيره الماء وما ينفعش اصلا اقف جنب اعضاء الهاشيره، انت المفروض تطلب من هاشيره تاني علشان يدربك وده لمصلحتك يا تانجيريو، المفروض انا اللي كنت مت بدل سابتو. ولما غيوسان خلص من وصف سابتو ابتدى تانجيريو يقول لنفسه ان ده نفس الشخص اللي دربني علشان اهزم الشيطان. اما تانجيريو بيقول له انا حاسس فعلا بالامك علشان ده حد عزيز عليك وانه مات قبلك، ودي حاجه غريبه جدا علشان يكون في شخص ميت ينقذ حياتك. وبيكون مبهور جدا من اللي عمله سابتو اللي لو كان عايش دلوقتي كان هيكون في نفس عمره وهيكون امهر السيافين. وبيقول ده سبب كافي فعلا علشان غيوسان يكون بيتمنى الموت مكانه، علشان ده نفس اللي حصل معايا علشان هشير اللهب اللي ضحى
وضحى بحياته مقابل انه ينقذنا كلنا. كان الطف واحسن حد فينا، كان عايش حياه عظيمه جدا. حقيقه اتمنى اموت انا بدل من ريغوسان. وهو لو كان عايش كان يقدر يهزم موزان. بس لما تنجيريو افتكر كلمات انوسكي بعد موت رينيغو اللي بيقول لهم انا واثق فيكم ولازم تنجحوا، اما تنجيريو بينادي على غيوسان وبيقول له انت مش عايز تعيش الحياه اللي اداها لك سابتو، وبيتجمد غيوسان في مكانه وبيفتكر ان سابتو ضربه بالقلم لما قال له ان نفسي اموت، وقال له لو قلت كده تاني كل حاجه بينا هتنتهي ومش هنكون اصحاب اصلا. وبيقول له اختك اللي كانت المفروض تتجوز وخبتك من الشيطان وحمتك وانت مش مهتم بموتها، وهي اصلا ضحت بنفسها علشانك واديت لك حياه جديده، علشان كده لازم تعيش. وبيقول له انا فاكر القلم ده كانه امبارح، ازاي نسيت حاجه زي كده؟ وبيقول له علشان كده كنت بعيط كل يوم، علشان ما كنتش عايز افتكر موت سابتو ولا موت اختي حتى. وبيكون تنجيريو مستغرب انه واقف مش بيتحرك من مكانه، وبيقول له ايه رايك نعمل مسابقه اكل؟ لو خسرت قدامي لازم تفرح وتوافق انك تدربني. وبيعملوا المسابقه العبيطه دي فعلا، وبيقرر انه يتابع تدريبات الهشيره. وبتظهر هشيره الحشرات وهي قلقانه، وبتدخل عليها واحده اسمها كانو وبتقول لها ينفع اتدرب معاكي بعد ما تخلصي تدريب هشيره الصخر؟ فبتقول لها انا مش هشارك في التدريبات المره دي. وهشيره الحشرات بتقول لها يا كانو تعالي هنا، وبتقول لها ده الوقت المناسب علشان اقول لك على الشيطان اللي قتل اختي كاناي وطريقه قتل الشيطان ده ازاي.